السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله. نبدأ أول فيديو في قناتنا الاقتصاد الساعة، ونبدأ في الاقتصاد عن اليد الخفية. في الأول أتمنى دعمكم بلايك والاشتراك في القناة. ايه هي اليد الخفية لآدم سميث، وظهرت امتى، وايه أسباب ظهورها، وايه اللي حصل لما استخدموها، وهل هي لحد دلوقتي مفيدة ولا انتهت بعد ظهورها بفترة، ومين اللي استحدثها واستخدمها بمفهوم أوسع. بس قبل كل ده نعرف مين هو آدم سميث الأول. آدم سميث هو فيلسوف وعالم اقتصاد اسكتلندي، اتولد في عام 1723. دخل في سن ال14 بجامعة جلاسكو، وحصل على منحة سنيل الدراسية لاستكمال دراسته بكلية باليول جامعة أكسفورد. يلقب بأبو الاقتصاد الحديث، ويعتبر هو مؤسس علم الاقتصاد الكلاسيكي ومن رواد الاقتصاد السياسي. ومن أهم كتبه ثروة الأمم اللي وضع فيه مبادئ الاقتصاد الكلاسيكي. آدم سميث اتكلم في كتابه ثروة الأمم عن اليد الخفية، وده كانت بداية ظهور مصطلح اليد الخفية في الاقتصاد، وخصص مفهومها في دراسة قوى العرض والطلب في تنظيم السوق وتوزيع الموارد. واستخدم أيضا مصطلح اليد الخفية في كتابه الثاني المسمى المعالج السياسي، للدلالة على القوى الخفية التي تؤثر في سلوك أفراد المجتمع. بعد ما عرفنا مين هو آدم سميث وعرفنا ظهر امتى المصطلح بتاع اليد الخفية، نروح لمعناها. اليد الخفية ليست في الحقيقة يد واحدة، ولكن هي مجموع الأيادي في كل مكان وكل سوق، حيث كل فرد يسعى لتحقيق أقصى منفعة شخصية له. وعلى عكس المتوقع، يعتبر هذا مفيد أيضا للمصلحة الجماعية، حيث كل سوق عبارة عن عرض وطلب، وعندما يسعى كل من البائع والمشتري للحصول على أقصى منفعة سواء من السلعة أو الخدمة، ويريد البائع الحصول على أقصى استفادة من سعر بيع أو إيجار السلعة أو الخدمة، فإنه في هذه الحالة تتواجد يد خفية، وهي عبارة عن أقصى منفعة اللي بيدور عليها كل من البائع والمشتري، والتي تؤدي للحصول على أقصى منفعة ليهم، وعندها يتحدد سعر التوازن السوقي. بعد كده توسع مصطلح اليد الخفية لأكتر من كونه دارج في استعمالاته بين التجارة الداخلية والخارجية، حيث تم استخدامه بواسطة ميلتون فريدمان، وهو يعتبر مؤسس مدرسة النقديين والحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد عام 1976، وهو الذي استخدم مصطلح اليد الخفية بشكل أكثر تطورا مما تعرض له آدم سميث، حيث تعرض لها من ناحية أنه فرض التعاون بدون إكراه، حيث كل فرد يسعى لتحقيق مصلحته الشخصية في إطار تعاوني، مما يعود بالنفع على المصلحة الجماعية، حيث يؤدي أحيانا جشع التجار لجعلهم يزدادوا تقدما في البحث عن الكمال في عرضهم من السلعة أو الخدمة عن طريق زيادة الكفاءة أو عن طريق تخفيض الأسعار، مما يزيد من رفاهية المستهلك، ويضع السعر التوازني في مستوى ملائم لكل من البائع والمشتري، مما يجعل من السوق متوازنا طبقا لمفهوم اليد الخفية. بس المفهوم مش بسيط أو مطلق زي ما هو باين. سميث نفسه اعترف إن هناك حالات تستثنى من قانون اليد الخفية، زي حالات عدم المساواة أو التلاعب أو التشويه في السوق. كما أن سميث لم يستخدم هذه العبارة إلا 3 مرات في كتاباته، لم يجعل منها محور نظريته الاقتصادية، بل استخدمها كجزء من حجج أوسع تتعلق بالأخلاق أو التاريخ أو التجارة. نقاط الضعف في نظرية اليد الخفية. ظل مصطلح اليد الخفية معمولا به ضمن نطاق الاقتصاد والعلماء الكلاسيكيين حتى ظهر الكساد العظيم، والتي كان من المنتظر من اليد الخفية أن تحل مشكلات الكساد الذي انتشر في أوروبا وأمريكا، وارتفعت معدلات البطالة والفقر، وترك المسؤولون الاقتصاديون الأمر لليد الخفية لاستعادة التوازن المفقود نتيجة الكساد، وتدهورت الأوضاع الاقتصادية، ولكن لم تنفع السياسات الاقتصادية الكلاسيكية عن طريق اليد الخفية في حل مشكلة التوازن، وكان ذلك أول اختبار وأول عثرة لليد الخفية.
بعد كده الأمر موقفش عند الكساد، وزي ما قلت إن مدرسة النقديين جت واستخدمت مصطلح اليد الخفية ولكن بمفهوم أوسع من آدم سميث. نقاط القوة. تبرز نظرية اليد الخفية دور المصلحة الشخصية في دفع الأفراد إلى المشاركة في النشاط الاقتصادي والبحث عن أفضل الفرص والخيارات لزيادة ربحهم ورفاهيتهم. توضح نظرية اليد الخفية العلاقة بين المصلحة الشخصية والمصلحة العامة، وكيف أن سعي كل فرد لتحقيق مصلحته يسهم في تحقيق مصلحة المجتمع ككل من خلال زيادة إنتاجية وكفاءة وتنوع السوق. تدعم نظرية اليد الخفية مبدأ حرية السوق، وترفض أي تدخل من قبل الحكومة أو أي قوة خارجية في عملية التبادل والتجارة بين المنتجين والمستهلكين، معتبرة أن ذلك يؤدي إلى تشويه وإضعاف السوق. أمثلة بتبين إزاي بتشتغل اليد الخفية في السوق. رقم 1، عندما يزرع المزارعون محاصيل مختلفة لبيعها في السوق، فإنهم يتبعون مصلحتهم الشخصية في اختيار المحصول الذي يحقق لهم أعلى ربح، ولكن في نفس الوقت فإنهم يساهمون في توفير مجموعة متنوعة من المنتجات الزراعية للمستهلكين، ويحافظون على التوازن البيئي بزراعة محاصيل مختلفة. هذا يعني أن اليد الخفية تحقق مصلحة المزارعين والمستهلكين والبيئة. رقم 2، عندما يشتري المستهلكون سلع أو خدمات من السوق، فإنهم يتبعون مصلحتهم الشخصية في اختيار السلع أو الخدمة التي ترضي حاجتهم وتتناسب مع ميزانيتهم، ولكن في نفس الوقت فإنهم يؤثرون على قرارات المنتجين بشأن ما يجب إنتاجه وكيفية إنتاجه بحسب الطلب والعرض والأسعار. هذا يعني أن اليد الخفية تحقق المصلحة للمستهلك والمنتج. رقم 3، عندما يستثمر المستثمرون رؤوس أموالهم في مشاريع أو صناعات مختلفة، فإنهم يتبعون مصلحتهم الشخصية في اختيار المشروع أو الصناعة التي تحقق لهم أعلى عائد، ولكن في نفس الوقت بيساهموا في تطوير الاقتصاد وإيجاد فرص عمل وابتكارات. وده بيعني إن اليد الخفية تحقق مصلحة المستثمرين والاقتصاد. حالات لا تنطبق فيها نظرية اليد الخفية لآدم سميث، ويستوجب فيها تدخل الحكومة أو قوة خارجية لتنظيم السوق وحماية المصلحة العامة، زي 1، حالات عدم المساواة في توزيع الثروة والدخل بين الأفراد والطبقات، ده بيؤدي لظهور فجوة اجتماعية واقتصادية كبيرة وتهميش بعض الفئات من المشاركة في السوق. 2، حالات التلاعب في السوق من قبل المنتجين أو المستهلكين أو المستثمرين، وده بيؤدي لخلق احتكارات أو اتفاقيات أو تشويهات في الأسعار أو الجودة أو التنافسية. 3، حالات التشويه في السوق نتيجة لبعض العوامل الخارجية التي تؤثر على عملية العرض والطلب، مثل التغيرات التكنولوجية أو البيئية أو السياسية أو الثقافية. 4، حالات الفشل في تحقيق مصلحة عامة مهمة أو مكافحة المضار العامة للمجتمع، زي توفير المنافع العامة أو تحقيق التنمية المستدامة أو حماية حقوق الإنسان. في الحالات دي معظم الاقتصاديين بيشوفوا إن لازم الدولة تتدخل عشان نظام السوق ما يقدرش يحلها عن طريق اليد الخفية، ودي بتحتاج لقوة مركزية وخطة محددة لتجاوز الحالات دي. الخلاصة، اليد الخفية هي مصطلح أضافه آدم سميث لعلم الاقتصاد، مضمونه إن السوق بيقدر يوزع الموارد بطريقة فعالة من غير تدخل حكومي، وده على أساس الفكرة اللي قامت عليها المدرسة الكلاسيكية، وبتتحقق المصلحة العامة عن طريق إن الأفراد بيفضلوا مصلحتهم الخاصة، وده بيؤدي بدوره لتحقيق المنفعة العامة عشان المستثمر عايز يحقق أكبر منفعة، ودي لما بتتحقق هيخلي الاقتصاد في حالة رواج. والمصطلح ده بتاع اليد الخفية تم تطويره من خلال فريدمان رائد مدرسة النقديين، واستخدمه بشكل أوسع من آدم سميث، وفضلت لحد يومنا هذا اليد الخفية من أهم المصطلحات في الاقتصاد لإدارة الأسواق. وفي النهاية لا يسعني إلا شكر حضراتكم، ولو عجبك الفيديو ما تنساش لايك وسبسكرايب.